تعالى اقول لكم ازاي تعملوا اسهل واسرع فطيره شرقيه ومن غير اي مجهود. احفظوا الفيديو ده عشان انا متاكده انكم هتحتاجوه سواء دلوقتي او في رمضان. في طاسه سخنه حطيت شويه زيت ونزلت عليهم مكعبات من صدور الفراخ، بشوحها دقيقتين كده على النار، وبعد كده بنزل عليها الخضار اللي هو عباره عن البصل والفلفل، ممكن تستخدموا كمان فلفل الوان وطماطم وشويه بهارات هكتبها لكم كلها تحت الفيديو. بديهم تشويحه مع بعض، بعد كده بحط عليها معلقه من صلصه الطماطم ومعلقه من الباربيكيو صوص ومعلقه من المستردة، وبعد المرحله دي بسيبها بس 5 دقايق تتسبك على النار وبعد كده تكون جاهزه. بجيب صينيه فرن وبدهنها شويه سمنه وبحط عليها اول رق من الجلاش، وبفصل بين كل رق والتاني بشويه سمنه. بكرر الخطوه دي لحد لما اخلص كل كميه الجلاش اللي عندي، وطبعا زي ما انتم شايفين بكون حاطه جزء من الجلاش في الصينيه وجزء منه بره، وهقول لكم ليه بعدين. نزلت بقى بحشوه الفراخ اللي انا عملتها وابتديت افردها في الصينيه كلها بالشكل ده. هنزل بقى عليها بشويه من الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده هبتدي اغطيها بباقي الجلاش اللي كنا سايبينه بره الصينيه. وما ننساش برده في الخطوه دي بين كل رق جلاش والتاني ندهن سمنه. وبعد ما قفلت الجلاش كله بالشكل ده هبتدي اقطعه لمربعات صغيره عشان يطلع شكلها في الاخر زي الفطيره الشرقيه اللي بنشتريها من بره. جهزت خليط من البيض واللبن وعليهم رشه فلفل اسمر وملح عشان اوزعهم على وش الجلاش. عايزه اقول لكم الخطوه دي مهمه جدا علشان تطلع معاكم الفطيره طريه كده ومورقه. هديها بقى رشه كده من الجبنه الموتزاريلا برده على الوش وعليها شويه من الزيتون. بدخلها بقى فرن سخن على درجه حراره 240 لمده نص ساعه وهتطلع معايا بالشكل ده. شغلت عليها شوايه اخر 5 دقائق بس علشان تاخد لون ذهبي. لازم تجربوها بالطريقه دي بنفس تتبيله الفراخ اللي انا عملتها، وبجد هتدمنوها ومش هتشتروها من بره تاني خالص. شايفين قد ايه طالعه مورقه ومليانه طبقات وبمنتهى السهوله، وكمان تقدروا تغيروا الحشوه للحشوه اللي انتوا حابينها. ما تنسوش بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم.